صباحكم ابيض زي قلوبكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. معاكم منا من قناه وصفه معلومه مع منا سند. هنحضر النهارده مع بعض غدا اقتصادي تقدري تعمليه مره في الاسبوع. هيوفر معانا، مش هيكلفنا اكتر من 20 جنيه، واكله عاديه جدا مفيش فيها اي افتكاسات، ولا نحط فيها لحوم ولا نحط فيها فراخ. اكله ارديحي بمعنى الكلمه. بصي تقدري تكسري بيها روتينك الاسبوعي، يعني يوم لحمه يوم فراخ يوم الاكله ديت مع يوم سمك يوم كشري، فالدنيا هتبقى معاكي متظبطه، وفي نفس الوقت هنوفر. هنا تمن كيلو لوبيا عباره عن كوبايه، ما يقلش عن 12 ونص، لان طبعا اللوبيا ب70 جنيه الكيلو، فطبعا قولي 10 جنيه لوبيا كوبايه، ومعاها نص كيلو طماطم. الطماطم اصلا وقتي يعني ب10 وب12، نص كيلو ب6 جنيه تمام، ونص كيلو بتنجان. فاكله ب20 جنيه مش هتكلفنا اي حاجه خالص. اول حاجه بقى كده نقيت اللوبيا كويس وطلعت اي حاجه وحشه فيها، وبعد كده نقعتها لمده ساعه، وبعد ساعه ولعت عليها على النار ومعاها معلقه ملح، وبعد كده رحت رفعت بقى على البوتاجاز بقى حله فيها بصله متقطعه قطع صغيره، ومعاها فصين توم وحبيتين او ورقتين من اللورة، واشوحهم في معلقتين زيت لحد ما يتبالوا كده، وبعد كده اقوم نازله عليهم بالطماطم، هصفيها وهسيبها تاخد غلوتين، مش هسبكها، تاخد غلوتين، وبعد كده هكمل تسبيكتها مع اللوبيا، وبعد كده هنزل باللوبيا فيها زي ما انتوا شايفين كده، وهزودها بقى ايه يعني هتسيق، وبعد كده هبدأ ازودها كوباية مية واحدة تمام بس، ولا اي حاجه. هو بيبقى طعمها لذيذ لذاذه ما اقولكوش بقى، ويا سلام بقى لو حطيتها في التلاجة وكلتها برغيف عيش. هنا بقى كان عندي شويه شعريه بقى، طبعا حمرتهم وقلبت فيهم شويه رز كده ابيض، هيبقى عامل طبق رز بالشعريه. هنا طبعا ده بتنجان كنت جايبه كيلو عشان اخلله، لكن لقيته كله كبير كده ومش حلو، ومش هيبقى ايه حلو في التخليل، فقلت خلاص بقى اقليه تمام. هنا بقى هناخد كده كام حبايه كده من اللي هم كبار دول، وهقوم بقى ايه شقاهم كده شقه بسيطه، بس بعد ما اغسلهم طبعا واشيل الراس بتاعته، وبعد كده هقليهم عادي جدا في قلب الطاسه. حطيتهم كده في طاسه الزيت كده، وبعد كده هقلبهم، وبعد كده بقى طلعتهم ايه هعمل لهم بقى تتبيله عباره عن فلفل احمر توم خل كمون وملح وشويه شويه خل، وبعد كده هحشي البتنجان طبعا وهي سخنه عشان تاخد من طعم البتنجان على طول، البتنجان ياخد منها على طول وهو سخن بس، وبعد كده اقوم حاطه عليها معلقه خل من على الوش وعصره ليمون وبس كده تمام. مفيش اسهل ومفيش اسرع واحسن واوفر من كده عامه يعني. 20 جنيه هنعمل بيها غدوة، هنكسر بيها روتين الأسبوع، وهنتغدى وهنشبع ونتعشى منها كمان. لوبيا مش وحشة، لوبيا جميلة جدا، مش لازم نعملها جنب لحمة ومش لازم نعملها جنب فراخ، أي حاجة بتمشي وأي حاجة بتقضي. هنا بقى كنت أنا قدمت الرز وعملت كده فض معلقة من الخلطة، عملت بقى الطماطم مخللة وعملت كده الرز على شكل قلب. وهنا بقى معانا غدا لوبيا وبتنجان ورز بالشعريه وطماطم، مفتالي مفيش احسن ومفيش اسرع واوفر من كده. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو وخدتوا معلومه لغدا بكره، او طلعتوا حتى بمعلومه صغيره جدا. بحبكم في الله، فسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه. متنسوش بقى تضغطوا لايك وتفعلوا زر الجرس لو لسه اول مره تشوفوني، متبخليش عليا باللايك تمام. يلا مع السلامه.